لما قيس، يا 100,000 مبروك لما قيس، فريق داليا. في واحدة من أقوى حلقات الموسم الرابع من برنامج ذا فويس كيدز، قدرت الطفلة اليمنية الموهوبة لما قيس تخطف قلوب الملايين وتحسم اللقب في المرحلة الأخيرة بعد منافسة قوية جدا مع باقي الأصوات المشاركة. النهائي كان مليان توتر وحماس، والجمهور كان على أعصابه منتظر يعرف مين هيكون أحلى صوت في النهاية. ومن أول لحظة طلعت فيها لمية على المسرح الكل كان حاسس إن في حاجة مختلفة، حضور قوي وإحساس عالي وصوت فيه نضج كبير رغم صغر سنها، وده اللي خلاها تكون واحدة من أبرز الأسماء في الموسم من بدايته. لومية قدمت أداء مميز جدا في الحلقة النهائية وقدرت تبهر لجنة التحكيم والجمهور في نفس الوقت، وده خلاها تحصد أعلى نسبة تصويت وتتوج باللقب رسميا. وفوزها ما كانش صدفة، لكن كان نتيجة لرحلة طويلة من التعب والاجتهاد والتطور في كل مرحلة من مراحل البرنامج. اللحظة اللي أعلنوا فيها اسم لومي كانت مؤثرة جدا، خصوصا مع دموع الفرح اللي سيطرت عليها وعلى أسرتها، وكمان فرحة المدربة داليا مبارك اللي كانت داعمة ليها طول الموسم وراهنت على موهبتها من البداية. الجمهور على السوشيال ميديا احتفل بشكل كبير بفوز لومي واعتبرها واحدة من أقوى المواهب اللي مرت على البرنامج، خاصة إن صوتها كان مختلف وقدرت توصل إحساسها لكل الناس. والفوز ده مش بس لقب، لكن بداية جديدة لمشوار فني كبير قدام لومي قيس، خصوصا بعد ما حصلت على منحة تعليمية وجوائز خاصة بعد التتويج. واضح جدا ان اسم لومي قيس هيبقى من الاسماء اللي هنسمع عنها كتير الفترة اللي جاية، والكل مستني يشوف اول خطواتها بعد النجاح الكبير ده. يا ترى هل لومي تقدر تحافظ على النجاح ده وتكمل بنفس القوة؟ الايام الجاية هتجاوب.